ده هو موساشي، عيل غلبان في مدرسة تاتسو لتدريب عمال المناجم. كل زمايله مبهورين من قوته الكبيرة وانه بيكسر الحجارة ديت احسن من اي حد فيهم، واكيد هيبقى احسن طالب في المدرسة وهيبقى كمان احلى عامل في المناجم. موساشي كان بيبين للكل ان هو فرحان، ولكنه كان متضايق جدا ومش عاوز اصلا يبقى من عمال المناجم. بعدها بيروحوا الفصل وبتتكلم معاهم الاستاذة عن مجموعة من الناس اسمهم البوشي، وانهم بوظوا المدينة وخلوا حياة الفلاحين صعبة علشان بيحاربوا الآلهة بتاعتهم. وموساشي اول ما بيسمع الكلام ده بيتضايق جدا، بيفتكر لما كان صغير وهو بيتعلم المبارزة هو وصاحبه وكانوا في قمة السعادة. وفي وقتها بقى ابو صاحبه جه وقال لهم انا عاوز اتكلم معاكم شوية. من زمان جت وحوش عملاقة وغزت البلاد وقتلوا الناس اللي فيها، كل الناس خافوا منها وبدأوا يعبدوها ويعملوا كل اللي الوحوش عايزينه، الا مجموعة من الناس رفضوا عبادة الوحوش ديت وحاربوهم بكل اللي يقدروا عليه، وهم دول بقى البوشي واللي انا وصاحبك كوجرو بننتمي ليهم يا موساشي. موساشي وقتها بيتحمس وبيقول له انا هنضم ليكم، ولما اكبر انا وكوجرو هنقضي على الوحوش ديت وهنقتلهم كلهم. وكانوا وقتها في قمة السعادة. الاستاذة بقى بتكمل كلامها وبتقول لهم بالمناسبة ده اخر يوم ليكم هنا في المدرسة، ومن بكرة هتترقوا وهتدخلوا المنجم، علشان كده قوموا يلا وقولوا القسم. كل الطلبة بتكون فرحانة وبتقول قسم الدخول وانهم هيبقوا عمال مناجم، الا موساشي بيكون متضايق كده ولكن ما بيعرفش يعبر عن اللي في قلبه. وبعدها موساشي بيسيبهم وبيروح لصاحبه بيقول له ازيك يا صاحبي، انا جيت اتكلم معاك شوية. ولكن كوجرو كان متضايق منه، بيقول له الف مبروك على الترقية، انت بكرة هتسيبني وهتمشي صح؟ انا جيت لك علشان نعمل اللي احنا اتفقنا عليه من واحنا صغيرين ونحرر البلدة. كوجرو بيتعصب، هو بيقول له انت لسه مصدق نفسك ولا ايه يا موساشي؟ هصدقك ولا هصدق القسم اللي انت لسه قايله؟ روح وعيش حياتك وابقى من عمال المناجم. ابويا كذب وكان بيقول كده بس علشان يحسسني بالفخر شوية. موساشي ساعتها بيتعصب وبيقول له انا فاكر كلامه كويس واستحالة يكون بيكذب في حاجة زي ديت، تعالى معايا واحنا هنعرف الحقيقة سوا. ولكن كوجرو بيرفض وبيقول له امشي من هنا يلا، انا مش عاوز اشوفك تاني. موساشي بيتأثر من كلامه بيسيبه وبيمشي. كوجرو ساعتها بيقف وبيفتكر كل اللي عدى بيه قبل كده، كان صغير ولكن كل الناس بتعامله باحتقار وفضل عايش حاسس بالوحدة طول حياته، وده بس علشان ابوه فرد من افراد البوشي. وبيقول في نفسه انت تستاهل حياة هادية يا موساشي، وكان متأثر جدا. تاني يوم بقى بيكون الميعاد اللي هيدخل فيه موساشي المنجم، بيتقدم هو وزمايله وكل اهالي القرية بيحيوهم، بياخدوا الاسلحة اللي معاهم وبعدها بيدخلوهم جوه. اول لما بيدخلوا بيشوفوا الصدمة وبيلاقوا الوحوش ديت عمالة تاكل وتقتل فيهم. موساشي ساعتها بيتقدم وبيقول انا كنت عارف الحقيقة من الاول، بس انا غير الناس ديت كلها ومش هسكت. بيروح على الوحش ده علشان يهجم عليه ولكن بيفتكر انه ساب سلاحه بره. الوحش كمان بيتحول، جسمه بيكبر، بيجهز علشان يقتله. موساشي بيشوف اداة حفر كده وبيجري عليها بياخدها، لسه يهجم عليهم ولكن بياخد بوكس بيطيره. بيقف تاني وبيقول انا مش هستسلم، ولكن بينضرب تاني. بيحاول يعمل معاه اي حاجة ولكن من غير اي فايدة. الوحش بعدها بيمسكه وما عادش قادر يتحرك، خلاص شكلها دي نهايته. بس في نفس الوقت ده بقى كان كوجرو قاعد كده بيفكر في اللي موساشي قاله له وخايف ان كلام ابوه يطلع صح وصاحبه يطلع في خطر. بيجي ماشي كده فبيلاقي شنطة موساشي وكمان بيشوف مذكراته. اول لما بيفتحها بيتصدم لانه بيعرف ان موساشي كان صادق في كل كلمة قالها له، وطول الفترة ديت كان بيتدرب علشان يعرف يواجههم مش اكتر. موساشي بقى في الوقت ده كان في ايد الوحش وبيستهزأ بيه، وواحد من عمال المناجم بيقول له انت هنا عبد ولازم تطيع الاوامر وتطلع المعادن علشان تحقق حلمك. موساشي بيضحك كده وبيقول له ده مش حلمي ان اكون عضو من اعضاء البوشي واقتل الوحوش ديت. وساعتها الوحش بيتعصب وكان خلاص هيقتله، بس انت مفكر انه هيموت يا صديقي؟ لا والله. كوجرو بينزل على دماغ الوحش في اخر لحظة، بيلحق موساشي منه، بيرميله السلاح بتاعه وبيتأسف له علشان ما صدقش كلامه. موساشي بيقول له لا ولا يهمك يا باشا، اهم حاجة اننا بقينا جنب بعض تاني، وشوف بقى اعمل لك في الكائنات ديت ايه. بيلاحظ ان الوحش فاق وهجم عليهم تاني، فبيجمع موساشي طاقة وضع كبيرة جدا في السيف بتاعه وبيستنى يوصل لحد عنده، وبعدها بيضربه ضربة بتشق النصين. وعلى وضعك يا موساشي يا جامد. باقي الكائنات بقى بتيجي وبتحاوطهم من كل اتجاه، وبيقف موساشي وكوجرو قصادهم. اول واحد موساشي بيقتله والتاني كوجرو بيريحه، التالت كان هيهجم على كوجرو من ظهره بس موساشي بياخد باله وبيقتله. وبيفضلوا يضربوا في كل الوحوش لحد لما بيخلصوا عليهم كلهم، وكانوا في قمة السعادة. بس فجأة وهم واقفين بيظهر نور احمر بيضيء المكان بالكامل، وده علامة على نزول قائد الوحوش ديت او اقوى واحد فيهم. كل الناس
الناس خافت وبداوا يهربوا من المكان بسرعه، عارفين انه طالما ظهر يبقى هيبيد المكان بالكامل. موساشي بيبص لكوجيرو كده وبيقول له يلا علشان نقتله، يلا علشان نحقق حلمنا يا صاحبي. وفعلا بيركبوا الموتوسيكل وبيروحوا هناك. اول لما بيوصلوا بيلاقوا وحش كحيان كده وباين عليه ضعيف جدا. موساشي بيقول هو ده الزعيم بتاعكم، شوفوا ايه اللي هيحصل له. وبضربه واحده بيكون شقه لنصين. ولكن الموضوع ما خلصش لحد هنا، لسه موساشي هيفرح بيلاقي بيجمع جسمه تاني وبيرجع زي الاول. موساشي بيتصدم وما بيكونش عارف هيعمل معاه ايه. ولكن مش كده بس، الوحش بيتعصب وجسمه بيتغير، شكله بيكبر وبيكون مخيف جدا. موساشي وكوجيرو لسه هيجروا من المكان بس الوحش بيخبط رجله بيطيرهم بعيد. كوجيرو بيقف تاني بيبص على موساشي بيلاقي اغمى عليه من الخبطه. الوحش هو كمان بيجيله وبيمسك السيف بتاعه عاوز ياكله. كوجيرو ماسك السيف ورافض يسيبه مهما حصل. الوحش عمال بيكسر بيه الجدار وبيخبطه في الارض، وبرضه كوجيرو ماسك فيه ومش راضي يسيبه. بيفتكر لما كان صغير والسيف ده كان بالنسبه له اكبر مشاكله، كل الناس بتعامله بطريقه وحشه وبيتجنبوه اول لما بيشوفوه ماسك السيف ده، علشان ده علامه من علامات البوشي. وفي وقتها ابوه شافه راح علشان يتكلم معاه، بيقول له انا عارف ان السيف ده مسبب لك مشاكل، انا عارف انك بتكرهه، بس انا عاوزك تعرف حاجه، السيف ده هيكون سبب فخرك في يوم من الايام. انا حاربت بالسيف ده كتير قبل كده وكان السبب في انقاذ ارواح ناس كتيره يا ابني. خد السيف وارفع راسك وحقق حلمك يا كوجيرو. الواد وقتها بيعيط وبياخد السيف وبيقسم لابوه انه مهما حصل مش هيسيبه. نرجع بقى للقتال بتاعنا. الوحش بيفضل يخبط فيه بكل غباء والواد ماسك فيه بكل قوته، ولكن هتعمل ايه يا عم قدام كائن زي ده؟ بيدكه في الارض وبياخد منه السيف وبيبلعه. كوجيرو ساعتها بيحس بالعجز وبيتضايق ومش عارف يعمل اي حاجه. بيقول في نفسه حتى الحاجه الوحيده اللي ابويا سابها لي ما عرفتش احميها، انا ما استحقش اعيش تاني ولو للحظه واحده. ولكن فجاه بيبص بيلاقي صاحبه موساشي بيروح على الوحش وبيهجم عليه. بيقدر يحدد مكان بطنه، بيقول اكيد السيف هنا. بيبدا يحفر فيها بكل قوته. الوحش هو كمان بيضرب عليه ولكن موساشي بيتفاداها، بيخليه يضرب في نفسه كمان. بيكمل ضرب فيه والكل بيكون مستغرب من اللي بيعمله. بيجمع كل قوته وبيركزها في السلاح بتاعه وبيديله ضربه بتخرم بطنه وبيقع الوحش مش قادر يتحرك. بعدها بينزل بطنه بيجيب سيف كوجيرو وبيخرج. بيروح لصاحبه بيديهوله وبيقول له انا عارف قيمه السيف ده عندك، خلي بالك منه بقى بعد كده علشان روح ابونا ما تزعلش. كوجيرو بيتاثر جدا من كلامه، بيقول له شكرا يا صاحبي، طالما عندي صاحب زيك عمري ما هقلق من حاجه. وكانوا في قمه السعاده. بس اثناء ما كانوا فرحانين بانهم قتلوا الوحش ده بيلاقوا قريه كده طائره بتيجي عليهم. بيكسروا حاجز المنجم وبيخرج منها ناس كتيره بيحاوطوا الوحش من كل اتجاه، وهم مش فاهمين مين دول ولا ايه اللي جابهم هنا اصلا. واحد فيهم بيشوفهم كده وبيروح يتكلم معاهم، بيقول لهم اخلوا المكان يلا علشان ما تتاذوش. موساشي بيتعصب وبيقول له نتاذى ايه؟ انا اللي قاتل الوحش وفاتح معدته من شويه، وبعدين انتوا مين اصلا؟ القائد بيضحك كده وبيقول له انا ناوترو قائد فرقه البوش ديت، هو الوحش اللي انت خرمت معدته ده ما ماتش لسه حتى. بص كده، بيبص كده فبيتصدم، بيلاقي الوحش جمع جسمه تاني، رجع زي الاول من تاني. ومش بس كده لا، بيطلع نار من كل مكان وبيحرق كل حاجه جنبه. القائد بيقول لهم شفتوا بقى، يلا اخلوا المكان علشان ما تتاذوش واحنا هنقوم بالواجب. وبيسيبهم وبيمشي. كوجيرو بعدها بيقول لموساشي يلا نمشي من هنا يا عم، بس موساشي بيقول له لا، انا اتحرق في النار ديت احسن بالنسبه لي من ان اسيبهم يسرقوا نجاحي ويقتلوا الوحش بدالي. انا اللي هحرر قريتنا من غير اي مساعده منهم. بيخش وسط النار بيقتل اي حاجه تيجي قدامه، وفي نفس الوقت ده كان اعضاء فرق البوشي واقفين فوق وشايفين كل اللي حصل. بيقولوا الواد ده مش طبيعي، اللي بيخليه خاطر بحياته ويعمل كده. القائد كمان كان بيتفرج وبيكون مستغرب هو ليه ما سمعش كلامه. وواحد فيهم بيقول مش مهم يا عم سيبهم، طفلين لو ماتوا مش مشكله. بس القائد بيقول له لا، ايه فايده انك تقتل الوحوش طالما مش هتنقذ الناس وتحميهم؟ استحاله سيبه يحصل له حاجه. واثناء ما موساشي كان بيكسر في الوحش بيلاقي حبل بيسحبه بيوديه ليهم. القائد بيقول له انا قلت لك اخلي المكان يلا، انت مصمم تموت ولا ايه؟ موساشي بيتعصب وبيقول له فكني، بالنسبه لي اموت احسن من ان اسيبك تسرق حلمي. القائد بيتضايق من كلامه وبيقول له انت مفكر انك بتحارب اي حد كده؟ بص على الوحش اللي قدامك كويس، مهما عملت عمرك ما هتعرف تقتله. موساشي هو كمان بيبص كده بيلاقي فرق البوشي يحاوطوا الوحش من كل اتجاه وبيجمعوا طاقتهم علشان يقتلوه، فبيتضايق وبيفك نفسه. بيسيب القائد وهو بيتكلم وبيهجم على الوحش من تاني. بيروح لمكان عالي كده وبيبدا يحفر في الارض ومحدش عارف هو بيعمل كده ليه. بيفتكر ابوه اللي علمهوله، بيجمع كل قوته وبيضرب في الارض لحد لما بيكسرها، وده اللي بيخلي الوحش يقع ويفادي ضرباتهم. كوجيرو ساعتها بيندى عليه وبيقول له خلي بالك نقطه ضعفه الجوهره اللي في صدره ديت لو قطعتها هيموت. فبيقول له تمام وبيركز كل قوته في سلاحه، بيطير عليه علشان يقتله. بيشوف الجوهره فعلا
وبيروح يضربها بكل قوته، ولكن المفاجأة مفيش أي حاجة حصلت. سلاح موساشي هو اللي بيتكسر والجوهرة ما حصلهاش أي حاجة. الوحش هو كمان بيبص له كده، بيطلع نار من بقه، شكله خلاص هيقتله، بس في آخر لحظة القائد بيجي وبيطلع طاقته من سيفه، بيكسر الجوهرة وبيقتل الوحش، وبعدها بيستخدموا قوتهم وبيمتصوا قوة الوحش ده. وموساشي طبعا ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل، بيقعد بعدها زعلان كده ومتضايق من اللي حصل، بيقول كلهم فرحانين وبيحتفلوا بعد ما سرقوا الحلم اللي كنت بحلم بيه طول حياتي، انا عمري ما هسامحهم على اللي حصل. القائد بعدها بيجمع جنوده وبيخطب فيهم، بيقول لهم ده اللي احنا عايشين علشانه، انك تنقذ الناس وتساعدهم بكل اللي تقدر عليه، حتى لو ده هيكلفك حياتك. اهم حاجة نعيش احرار ومفيش حاجة تستعبدنا، وطالما احنا احرار فاحنا بخير دايما. بعدها بيروح القائد لموساشي وبيحييه على شجاعته وبيقول له انت مثال على الشجاعة والمفروض الكل يتعلم منك. بس موساشي ما بيردش عليه بولا كلمة وبيفضل ساكت علشان متضايق من اللي حصل. واحد منهم بيقول له انت ساكت والقائد بيشجعك، ده هو اللي انقذ حياتك يا ابني، اشكره على الاقل او قول له اي حاجة. ساعتها موساشي بيزعق لهم وبيقول كل اللي كان مضايقه وانه ما كانش عاوز القائد يتدخل اصلا. القائد اول لما بيسمع الكلام بيضحك وبيقول له انا اسف يا عم وهعوضك كمان على اللي عملته. بيديله جوهرة كده وبيقول له احنا كده خالصين، تعرف تحقق حلمك تاني اهوت، وبيسيبه وبيمشي. بس موساشي ما كانش فاهم يقصد ايه بالكلام ده ومش فاهم ايه لازمة الجوهرة ديت اصلا، وكان لسه متضايق. بيروحوا البيت وبيمسكها كوجرو علشان يشوف ايه لازمتها. موساشي بيقول له يا عم دي ملهاش لازمة وبياخدها منه علشان يرميها، بس قبل ما بيرميها بيشوف حاجات بتنور كده وبيفتكر حاجات عنها. بيفتحوا بعدها الخريطة اللي ابوهم سابها علشان يعرفوا ايه ديت، ولما بيقراوا ايه لازمتها بيتصدموا، وبتكون ديت أداة سحرية بتعرفهم اماكن الوحوش التانية وان في قرية تانية مستعبدة غير قريتهم ومحدش عارف يحررها. فبيفهم بعدها موساشي كلام القائد وازاي هو يقصد ان هو يعرف يعوض حلمه تاني يعني. بيكملوا قراءة بقى وبيعرفوا كل حاجة عن الوحوش ديت وان اسمها هو الاوني، ودي الوحوش الصغيرة اللي قتلوها في الاول، وكل مجموعة منهم بيبقى ليهم رئيس عنده طاقة جبارة وبيبقى اسمه الكيشين، وده بيحتاج تكسر جوهرته علشان تموته وبتحتاج ادوات خاصة. ففي وقتها بيفهموا كل حاجة، وبعدها بقى موساشي بيتحمس وبيطلع جري بره، بيروح للقائد تاني وبيشكره وبيقول له انا فهمت قصدك. القائد بيفرح جدا وبيشجعه وبيقول له جهز بقى علشان المرة الجاية مش هنقذك. فبيقول له موساشي تمام، بس لو احتجت حاجة ما تنساش تقول لي علشان برد جميل انقاذ حياتك ليا. وبعدها بيسيبه يمشي. بيروح لكوجرو تاني وبيقول له جهز حاجتنا بقى علشان هنمشي وهندور على الوحوش ديت ونقتلها. فبيقول له تمام وبيحضر كل حاجة وبيحطها على الموتوسيكل بتاعه، وبعدها بيودعوا زمايلهم وبيمشوا. وهم في الطريق بقى موساشي بيقول لكوجرو شكرا ليك يا صاحبي، لو ابوك ما كانش رباني كان زماني عامل في المناجم دلوقتي. فبيقول له كوجرو ولا يهمك يا عم انت اخويا برضه. وبتعدي الايام وهم في الطريق ولسه ما وصلوش، الاكل اللي معاهم بدأ يخلص، بيقفوا كده عند نهر علشان يصطادوا، وكان كوجرو بيصطاد بسرعة جدا، اما موساشي فمش عارف يصطاد ولا سمكة. فبيقول له يا عم انا اروح اصطاد بعيد عنك علشان يمكن اعرف اطلع حاجة، وبيسيبه وبيروح بعيد، بيقعد شوية كده ولكن برضه مش عارف يصطاد. فبيرجع له واول لما بيشوفه بيتصدم، بيلاقيه واقع على الارض كده ووشه متعور. بيروح علشان يطمن عليه وبيقول له مين اللي عمل فيك كده، هو في قروش هنا ولا في ايه؟ فكوجرو بيقول له خلي بالك منها. لسه ما بيلحقش بيبص كده بيلاقي بنت جت من وراه ثبتته في الارض، بتقول لهم اطلعوا بسيف الكوتوتسو ياض انت وهو والا هقتلكم. موساشي بيقول لها احنا ما نعرفش يعني ايه كوتوتسو اصلا، وبيفك نفسه وبيبعدها عنه. بيقول لها انا مش هحتاج سيف علشان اواجهك. فبتقول له خلي بالك بقى وبتهجم عليه بسرعه، بس موساشي بيفادى هجماتها بكل سهوله، بيثبتها بس هي بتعمل في حركه كده بتوقعه ولكن ما بيتاثرش. ولما بتعرف انها مش هتعرف تعمل معاه حاجه بتحاول تغرب جسمها. موساشي بيتثبت مكانه، كوجرو بيندى عليه علشان يفوقه ولكن ده مش هنا. موساشي بيقرب منها والبنت بتطلع اسلحتها وبتهاجمه، بس الواد رد فعله سريع جدا وبيفاديها بسهوله. بعدها بيبص لكوجرو وبيقول له اوعى يكون اللي في بالي هو اللي حصل. فبيقول له ايوه هو، ما عرفتش امنع نفسي للاسف. البنت بقى وقتها بتتضايق، بتقول لهم طالما مش هتجيبوا الكوتوتسو فانا هاخدها بطريقتي. بتطلع اسلحه غريبه كده بيخرج منها طاقه كبيره جدا، وكانت لسه هتهجم عليهم بس بتسمع صوت صفاره كده، فبتترعب منها وبتسرق موتوسيكلهم وبتمشي. بتروح لواحد كده وبتقول له انا عملت كل اللي قلت لي عليه وزمانهم جايين في السكه. فبيضحك كده وبيقول لها ده المطلوب، وشكله وراه حاجه. موساشي وكوجرو هما كمان بقى كانوا جم وراها علشان يجيبوا موتوسيكلهم تاني. بيوصلوا للمكان اللي فيه وبيعرفوا انها تبع فريق من البوشي اسمه كوساميدا، وبيستغربوا هي ليه عملت كده. بيدخلوا جوه وبيمشوا شويه، وساعتها نفس البنت بتجيلهم تاني بتقول لهم انا اسفه على اللي عملته، تعالوا معايا وانا هرجع لكم الموتوسيكل بتاعكم. بيمشوا معاها وبيلاقوا عائلات كتير عايشه جوه، بيسالوها هم ليه عايشين هنا. فبتقول لهم احنا زي اي قريه، عندنا مدارس حقول
وبترول وكل حاجه زي اي حد تاني، ولا انت كنت مفكر ايه؟ فبيقول لها انا كنت مفكر ان البوشي بيحاربوا بس ومش هياخدوا عائلاتهم معاهم. فبتقول له لا يا عم، البوشي زي اي حد يعني وعائلاتهم بتكون معاهم. بعدها بيقعدوا مع بعض وبيسالها موساشي عن عيلتها، فبتقول له من زمان كان ليا اخت اكبر مني كانت مثلي الاعلى وكانت بتحارب الوحوش وبتسمع كلام القائد، ولكن في يوم وحوش هجمت على القريه، اختي اتقتلت وهي بتحمينا وسابتني من بعدها هنا لوحدي ومليش قرايب بعدها. فبتاثر موساشي جدا وبيقول لها وانا كمان زيك ومليش غير صاحبي كوجرو اللي طلعت بيه من الدنيا. وفي وقتها القائد كمان بيجي بيسلم عليهم وبيقول لهم تعالوا نضيفكم الاول قبل ما تمشوا يعني. فبيقولوا له تمام. بيقعدوا سوا وبيتكلم القائد معاهم، بيعرفهم عن نفسه وبيقول لهم ان في جيش من الوحوش في طريقه ليهم ويا ريت تحاربوا معانا وتدونا الكيتوتسو بتاعكم. موساشي بيقول له يعني ايه البتاع ده؟ انت تقصد ايه؟ من ساعتها انا مش فاهم حاجه. القائد بيتصدم، بيعرف ان السيف ده مش معاهم، بيتعصب وبيأمر البنت تحبسهم. وبالمناسبه اسمها تسوجومي يا صديقي. بعد ما بتحبسهم بتروح له وبيفضل يشتم فيها وبيقول لها انت حته خدامه ما فيش منك اي فايده، وبيخليها هي كمان تشتم نفسها. وبعدين بيفضل يستهزأ بيها، بيقرب منها وبيبص لها بصه كده كلها خباثه وبيقول لها انا عاوزك كده كلبه مطيعه زي اختك اللي ماتت. البت وقتها بتزعل جامد ولكن مش عارفه تعمل معاه اي حاجه. بيقول لها بعدها كده ما سبتيش قدامي غير حل واحد وهو عمل تجنيد كامل لكل سكان القريه، نساء وشيوخ ومش هننسى الاطفال برضه. البنت مش موافقه، عارفه انه كده بيحكم عليهم بالاعدام. لسه هتعترض على كلامه فبيزعق وبيقول لها كلامي خلص يلا اطلعي بره. فبتطلع وبتروح لموساشي وكوجرو، بيبان عليها التعب من كتر اللي حصل لها. موساشي بيلاحظ ده وبيقول لها ايه اللي مزعلك؟ قولي كل اللي جواكي وما تكتموهوش علشان ترتاحي. البنت بعدها بتفتكر سكان القريه والاطفال اللي فيها، بتقول انا مش عاوزاهم يموتوا، انا معارضه كلامه وعاوزه احميهم ونفسي نهرب من هنا بدل ما نموت كلنا. ولكن ما بتقدرش تقول اي حاجه وبتعيط. وبعدها بتسيبهم وبتمشي. وبعد ما بتمشي بيستغل كوجرو ان مفيش حراس جنبهم وبيسرقوا مفتاح الزنزانه، بيهربوا منها وبيقولوا احنا لازم نلاقي حاجاتنا وناخدها ونمشي بسرعه قبل ما يمسكونا تاني. وفي نفس الوقت بقى تسوجومي بتكون راحت للقائد، اول لما بيشوفها بيقول لها عملت اللي قلت لك عليه ولا لا؟ البنت بتجمع شجاعتها لاول مره وبتقول له لا، طالما عمرك هتاذي الاهالي فانا مش هطيعك مهما حصل. وقتها القائد بيتعصب من كلامها، بيقول لها انت مفكره انهم لما يحاربوا كده هيتاذوا؟ لا، الهذا الحقيقي انهم يهربوا من هنا. وبيمسكها وبيفضل يهدد فيها، بيقول لها لو ما سمعتيش الكلام فهرميكي بره القريه انت كمان من غير اهل ولا سكن وهسيبك في الشارع لوحدك، انت غبيه وضعيفه مش هتعرفي تعملي حاجه من غيري، خلصي اللي قلت لك عليه يلا. وبعدها بيسيبها ويمشي. والبنت بعدها حرفيا كانت في اسوأ فترات حياتها، بتروح لصورة اختها وبتقول لها انت ليه عملت كده؟ ليه سبتني في العالم ده لوحدي؟ بتفتكر لما كانت صغيره والقائد بيعملها نفس المعامله ديت ولكن كانت ساكته ومستحمله علشانها. بتكون محتاره ومش عارفه تعمل ايه وازاي هتحمي اهالي القريه. ولكن وفجاه وهي قاعده الجدار بيتكسر، موساشي وكوجرو بيظهروا قدامها. اول لما بيشوفوها في الحاله ديت بيتاثروا، بيسالوها ايه اللي مزعلها وايه اللي مخليها تطيع اوامر القائد قوي كده. فبتفتكر كلامه وبتزعل، بتقول انا حته خدامه وضعيفه ماليش اي لازمه من غيره ولازم اسمع كلامه. فبيضحك موساشي كده وبيقول لها لا انت مش ضعيفه، انت نسيتي انت عملت ايه في كوجرو ولا ايه؟ احمي الناس اللي بتحبيهم وتعالي معانا واحنا هنساعدك. وفعلا بتركب معاهم وبيمشوا، بيروحوا بيلاقوا الملك جامع الاهالي ومستني البنت تجيب الاسلحه. بيعرف بعدها الاهالي باللي حصل وان الوحوش قدامها نص ساعه ويبقوا هنا وهم لازم يواجهوهم. ولكن وفجاه قنبله دخان بتفرقع بتملى المكان كله. تسوجومي بتندع على القائد وبتقول له لا ده مش هيحصل، انا مش هسيبهم يموتوا ولا هتخلى عن اي حد فيهم مهما حصل. القائد بيتضايق وبيقول لها مش بمزاجك، لو واحد فيهم حاول يهرب فالجنود دول هيقتلوه. بس انت متخيل انهم هيقتلوا حد يا صديقي؟ لا والله. موساشي بيظهر وبيقول له احنا خلصنا عليهم اصلا وورينا بقى تقدر تعمل ايه دلوقتي. القائد بيتصدم. تسوجومي بعدها بتقول الاهالي يلا هربوا معانا ولكن كانوا لسه خايفين من القائد ومش قادرين يتحركوا من مكانهم. وقتها بتفهم حالتهم، بتقول طالما كده فانا لازم احاربك بقى علشان ما عادوش يخافوك تاني. بتروح قدام القائد وبتهجم عليه بكل قوتها، عمال يفادي هجماتها وبيهجم عليها هو كمان. بتحاول تهجم عليه وتضربه تاني ولكن بدون اي فايده. بيمسك رجليها وبيخبطها في الارض بيكسرها، بيقوم وبيفضل يضرب فيها تاني وخلاص البنت مش قادره تتحرك. بيوقفها بعدها وبيستهزأ بيها قدامهم، بيقول لها عرفت قيمتك ولا اعرفك اكتر؟ انت واختك شويه زباله مفيش منكم اي فايده. وقتها تسوجومي بتتعصب، بتقول له طول السنين ديت وانا بسمع كلامك وانت بتشتم فيها وما بتكلمش، بس طالما غلطت في اختي فانت لازم تتأدب. بتطلع سلاحها وبتهجم عليه بكل قوتها. القائد بعدها بيتعصب وبيفعل طاقته، بيهجم عليها ولكنها بتتفاداها. بيضرب عليها تاني ولكن برضه بتتفاداها. بتقول له هو ده اخرك ولا ايه؟ ده دوري بقى.
بتجمع قوتها بتقيده وبوم من ضربه واحده بتريحه. عايش يا بنت والله. بتبص بعدها بقى للاهالي وبتقول لهم يلا اهربوا بسرعه قبل ما الوحوش توصل، وفعلا بيسمعوا كلامها بيخرجوا من المكان ده. بياخدهم بعدها كوجرو وموساشي وبيودوهم لمكان امن. بعدين بقى تسوجومي بتقف كده وبتشوف الوحوش وهي بتقرب منهم، بتقول خلاص بقى ديت هي النهايه. بتفتكر اختها وبتقول اتمنى اكون عند حسن ظنك بيا. الوحوش بتوصل خلاص كانت هتموت، بس انت مفكر ان موساشي وكوجرو هيسيبوها تموت يا صديقي؟ لا والله، بيروحوا لها بالموتوسيكل بتاعهم بيلحقوها قبل ما يحصل لها حاجه. وعاش عليكم يا رجاله والله. بيروحوا بعدها للاهالي اللي كانوا في قمه السعاده، وطبعا الكل فرحان علشان اتكتب لهم عمر جديد وكده. واحده بقى من الاهالي بتروح بعدها لموساشي كده وبتقول له بالله عليك خد تسوجومي معاكم. الواد مش فاهم حاجه وبيقول لها للدرجه دي انتم عاوزين تخلصوا منها ولا ايه؟ ولكن الست بتقول له لا، تسوجومي حمتنا وساعدتنا ودافت عننا بكل اللي تقدر عليه. بس بالرغم من ده كله القائد كان بيعاملها اسوأ معامله، كان بيقول لها اوحش الكلام، وكانت مستحمله كل ده علشاننا. ولو فضلت هنا اكتر القائد هيرجع يعمل نفس اللي بيعمله معاها تاني ومش هتلاقي حد يساعدها. تسوجومي بعدها بتسمعهم وبتقول لهم لا انا مش هسيبكم ابدا، عمري ما اتخلى عنكم بالسهوله ديت. بتبص بعدها في عين الاهل كده وبتقول لو انا كنت سمعت كلام القائد كانوا كلهم ماتوا، طب لو فضلت وامرني بحاجه زي ديت تاني فهل هقدر ارفض طلبه؟ وبتعرف بعدها ان المشي هو القرار الصحيح. وفي اخر لحظه بتقول لموساشي استنى يا عم خدني معاك. بياخدها فعلا، وكده فرقه موساشي زادها واحد. وبعد ما بيمشوا بيقفوا في مكان كده علشان يستريحوا شويه. تسوجومي كانت بتحاول تقرب من موساشي ولكن بيكون متضايق، هو مش عارف يتكلم يا عيني. بيقول هقول لها ازاي ان ما بحبش البنات الصغيره. من زمان وانا في الاكاديميه كان اي حد بيكلم بنت زميلته كان بيتعاقب، وكانوا بيفصلونا عن بعض دايما، علشان كده وجهت ميولي للبنات الكبيره. وكانت الكراش بتاعتي في المدرسه هي مدرسه التربيه البدنيه، علشان كده بيكون متضايق. وتاني يوم بيصحى موساشي من النوم بيلاقي وحش صغير كده بيسرق سيف كوجرو وبيهرب. بيطلع يجري وراه بيحاول يكسر الجوهره ويقتله ولكن مش راضيه تتكسر، ولكن وهو بيلحقه بيتصدم. بيوصل كده المكان مليان سيوف وفي واحد هناك. اول لما بيشوف موساشي بيقول له شكلهم حلو صح؟ لو عاوز تقتل الوحش ده خد سيف من دول واقتله. موساشي بيسمع كلامه فعلا وبيمسك سيف منهم، وساعتها بيظهر منه هاله غريبه كده، جسمه بدأ يطلع منه حجاره سوداء والواد مش فاهم ايه اللي بيحصل. وبعدها كل الحجاره بتختفي وبيرجع لطبيعته تاني. الواد اللي هناك بيقول له يلا اقتله، وفعلا موساشي بيجمع قوتهم من ضربه واحده بيكسره. وبعدها بيمتص طاقه الوحش ده زي ما الفرقه كانت بتعمل، وساعتها السيف بيتكسر. بيتاسف للشخص ده وبيقول له معرفش ايه اللي كسره، وبيساله بعدها هو ازاي عمل كده. فبيساله الشخص وبيقول له انت اول مره تستخدم سيف كوكيتسو؟ على العموم يعني دي قوته، والوحوش ديت ما بتموتش غير بيها. فبيفهم موساشي ليه ما كانش عارف يقتل الكيشين قبل كده، وليه كمان سلاحه اتكسر. الواد ده بعدها بيقرب من موساشي وبيقول له شكلها عايشه في جسمك بس هنعرف بعدين. وشكل الواد ده وراه حاجه. كوجرو بعدها بقى بيجي وبيندى عليه بيقول له انت اللي موقفك لوحدك. موساشي بيستغرب بيبص كده بيلاقي الولد اختفى وكل السيوف اللي كانت موجوده اختفت يا كمان، وبيعرف ان شكل في حاجه فعلا. بيحكي لهم بعدها على اللي حصل وما بيكونوش مصدقينه، بس تسوجومي بتقول له فعلا لازم يبقى معاك سيف كوتيتسو علشان تعرف تقتل الوحوش ديت. فبيسالها واحنا نجيب السيف ده منين؟ فبتقول له في سوق لبيع السيوف ديت وانا عارفه مكانه، تعالى نروح هناك. وفعلا بيوافقوا بيروحوا لطريق السوق. اول لما بيوصلوا موساشي بيشوف بوشي كده من كل مكان، كان فرحان جدا ومش مصدق انهم كتير قوي كده. بعدها بيروحوا مطعم بياكلوا بيستريحوا من الطريق، وهم قاعدين بتقول لهم تسوجومي انا عاوز اعرف هو مين فيكم القائد؟ طول عمري وانا القائد بيقول لي اعملي ايه وما اعملش ايه، وانتوا الاتنين هنا ماشيين بدماغكم، انا عاوز اعرف هسمع كلام مين فيكم. موساشي بيقول لها اكيد كوجرو هو القائد، ازاي هبقى قائد وانا ماليش اسم عيله يعني؟ من هنا ورايح هتسمعي كلام كوجرو، واسم فرقتنا هو كاناماكي واللي هو ابو كوجرو يعني. فبتقول له تمام. فبتقول له تمام. بعدها بيروحوا لسوق السيوف وبيكون في 25 سيف هتختار منهم. موساشي بيكون مش فاهم هيختار السيف بناء على ايه، فبتلاقي بنت جت كده وبتقول له اختار السيف اللي تحس فيه انك مرتاح له. موساشي بيبص لها وبيقول لها لا انا مرتاح لك انت. البنت بتتكسف وبتقول له عيب يا عم ده انا قد امك. وبعدها بيروح ويفضل يبص على السيوف الموجوده، وفجاه بيشوف سيف غريب كده. اول لما بيشوف بيقول هو ده حتى لون شعري. بيسال متسورا وبيقول لها وده حقه هدفعه ازاي؟ فبتقول له امسكه وانت تعرف. بيقول لها مفيش اسهل من كده.
اول لما بيمسك السيف بيحس بنبض قلبه، بتحوطه هاله غريبه كده، بيروح لمكان ضلمه كده وهو مش عارف ايه اللي بيحصل ده، وفجاه بيشوف ذكريات لابوه والناس بتعذبه وهو عمال يعيط جنبه مش عارف يساعده. بيروح لمكان ضلمه تاني ومش عارف اي حاجه. من ناحيه تانيه بقى كوجرو بيمسك السيف هو كمان، بيشوف شويه ذكريات ليه وهو صغير، وفي اقل من دقيقه بيخلص اختيار السيف وبينجح فيه. بتبارك له تسوجومي وكانوا في قمه السعاده، بس بيلاحظ ان السيف بتاعه هالته لونها ازرق، وكل ما حد بينجح في الاختبار بيظهر لون تاني. فبتجيبه متسوره وبتقول له ده هو لون روحك، والالوان اللي السيف بياخدها في منها الازرق والاصفر والاخضر، واندر واحد فيهم هو الاحمر، ومفيش غير كام واحد في الفرقه بس هو اللي لونهم كده. فبيفهموا كل حاجه وبيروحوا يشوفوا موساشي لون روحه ايه، ولكن الصدمه بيكون لسه ما خلصش الاختبار، لسه في الضلمه ومش عارف يعمل اي حاجه. وفجاه بتظهر بنت من العدم، بتروح عنده وبتحضنه، بتقول له انت ما تستاهلش تبقى الوعاء بتاعي، بس ما فيش حل تاني، وبتتحول لوحش بترعب موساشي بيه. وبعدها بيخرج حجاره سودا كده من جسمه، ودي علامه على ان السيف رفض يقبليه. بيزعل وبيفضل يحاول تاني وتالت لحد لما النهار بيطلع، ولكن بيفشل. بتجيله متسوره بعدها كده وبتقول له كفايه كده، انت لون روحك اسود ومستحيل تستخدم سيف كوكيتسو. موساشي بيسمع الكلام ده وبيتصدم، بيقول بقى ديت هي النهايه، الحلم اللي انا عشته طول حياتي علشان احققه خلاص انساه، ازاي اتخيل بس ان صاحبي يسيبني ويمشي وافضل انا معزول مع الكآبه بتاعتي، انا لا يمكن ابدا اسمح بكده. وكان في قمه الحزن وقتها. بعدها بيجيله كوجرو وتسوجومي علشان يطمنوا عليه، ولكن قبل ما بيروحوا له بيلاقوا وحش كده بيهجم عليهم. موساشي اول لما بيشوفه بيترعب وما بيكونش عارف يتصرف ازاي، بيقول انا عمري ما خفت من حاجه زي كده، حتى انا حاربت الاقوى منه وما كانش في قلبي ذره خوف، ولا يمكن علشان عرفت ان عمري ما هعرف اقتله مهما حصل. الوحش بيبص له كده بيهجم عليه، بس كوجرو بيلحقوا في اخر لحظه بيبعدوا عنه. بعدها بيشوف وحوش تانيه بتهجم على بنتين، بيروح عندهم وبيضرب الوحش وبيخلص عليه في ثواني. البنات بتشكره وكانوا فرحانين لانه ساعدهم، والاول مره بيحس ان حد بيعامله كويس بعد المعامله اللي كان بيتعاملها في البلد بتاعته. بعدها بيكمل القتال هو ومتسورا وبيقتلوا باقي الوحوش ديت. موساشي واقف باصص لهم ولا حول ليه ولا قوه، الناس كلها فرحانه لان صاحبه بيساعدهم.